لسان ما يمل ذكرك ولا ينساك، يسولف لك عشق روح ويصيح هواك، ظلام اللي سكن روحي يحل ضواك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بجميع المستمعين والمشاهدين الكرام. اليوم نتكلم عن موضوع مهم، وهو تفشي الثقافة الغربية المهيمنة بهذا السرطان الخبيث في المجتمع العراقي المحافظ الشرقي، وتخلخل الأعمدة الوثيقة بالثقافة العراقية، وخاصة التي تنعكس مباشرة على المجتمع، وهو الزي الذي كان زيا محتشما معروفا لدينا، كان موروثا ويشار له بالبنان. الآن للأسف ينحصر هذا الزي، بل أصبح علامة على التخلف والرجعية والنظرة المقيتة لمن يرتدي الزي المحتشم. بالعكس، نرى الزي الغربي المهيمن الآن في الأسواق والمسلسلات، وتروج له الماكينة الإعلامية بقوة على أنه الزي الذي يلبسه فهو متطور مثقف، بينما يصفون من يلبس الزي المحتشم أنه همجي أرعن أو فقير، ليس يملك شيء، محدود الثقافة والذهن والاطلاع، لا عنده شهادة ولا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا انتشار هذا السرطان في المجتمع العراقي وتفشيه بين أواسط الشباب ينذر ويدق ناقوس الخطر، إنجاز التعبير، على انحصار ثقافتنا. فيا ليت شعري بعد 50 عام هل يبقى لنا أثر، أم نبقى ممسوخون، نصبح مجتمع ممسوخ هجين ليس له هوية ولا ثقافة، عبارة عن مقلد للغرب، ونصبح ممن يعبد الغرب مجتمع له ثقافة خاصة نتجتها بيئته الخاصة. لماذا نتبع هذا المجتمع ونحن لنا مجتمع وثقافة خاصة بنا؟ لماذا لا ننتج ثقافة خاصة بنا؟ لماذا لا نكون نحن المبادرين في هذا الميادين؟ لماذا لا ننتج إنتاجا ثقافيا يعكس هويتنا العراقية الأصيلة؟ يا ليت شعري، لماذا هذا التكتم الإعلامي وعدم المبادرة في الكلام في حول الزي؟ نحن نفتقر صراحة إلى مهندسين اجتماعيين. الهندسة الاجتماعية عندنا معدومة، ليس شبه معدومة، بل معدومة البتة. ليس هناك من ينظر اجتماعيا، ولا عندنا من يصيغ الأزياء والملابس. إذا لاحظتم الغرب يعتنون أي اعتناء بالموضة. أنا قبل كنت أعتبر الموضة شيء تافه وغبي إلى درجة لا توصف، لكن الآن أراها شيئا عظيما وخطوة ذكية من الغرب بالهيمنة على الشعوب الأخرى. يصرفون مليارات الدولارات على إنتاج أزياء تعكس ثقافتهم الغربية وأفكارهم الفاسدة. لماذا ليس لدينا مهندسين اجتماعيين ومصممين أزياء يصممون أزياء تلائم ثقافتنا الشرقية وديننا القويم، وكذلك تكون عملية وتلبي المتطلبات الشرعية؟ ليت شعري، هل عقمت النساء أن يلدن عندنا 1.5 مليار؟ أتركك من 1.5 مليار، هباء مثور. 200 مليون شيعي وأموال طائلة. لما لا يكون هناك مدرسة للتنظير الاجتماعي وإنتاج والتطوير؟ كل مجتمع ميت إن لم ينمو، والنمو لا يكون إلا من خلال تخصيص نسبة من إنتاج القومي للبناء للبحث والتطوير. انظروا إلى الدولة السرطانية، دولة العدو، أكبر دولة تخصص أموال في البحث والتطوير. الذي لا يخصص أموالا في البحث والتطوير إنه لا ينمو، والذي لا ينمو يموت، والذي يموت يندثر ويضمحل، ثم يصبح ذكرى وآثار يتم تنقيب عنه إذا كان هناك مهتم أصلا.
يتم تنقيب عنها مع البترول، يوجد آثار لقوم همجيين سكنوا شبه الجزيرة العربية. لماذا لا يتم التفكير بعناية حول هذه المواضيع الأهمية؟ إن الشعوب لتسود بثلاثة أمور: بالقوة وبالثقافة، والثقافة منها الأزياء والملابس. الملابس جزء من الثقافة، بل هي الركن الركين الذي يعكسها، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العمائم تيجان العرب، فهي رمز لهم. والشيء الذي تسود به الشعوب الآخر هي أما الدين أو الدين أو الدين. ما هو الدين أو الدين؟ الدين أما هو هذه العقائد التي كالمسيحية والإسلام واليهودية، أو الدين الحديث مثل العلمانية تعتبر دين، سواء اختلفت معي أو اعتقادات، تقليد، اتباع لأنبياء. نحن عندنا أنبياء أولي العزم، هم عندهم علماء لا يخطئون ويتبعونه بما يقولون، وعندما تسأله يقول لك قال العالم الفلاني، قال العالم الفلاني. نحن عندما تسألنا نقول له قال النبي أو قال الإمام صلوات ربي وسلامه عليه. فلا فرق. فالأمم تسود في ثلاثة: قلنا السلطة، الاستعمار، أو الثقافة، أو الدين. الدين أما يكون علمانيا يتغير، لكنها الثلاث موارد للسيادة، ومن فقد أحد هذه الموارد لن يبقى، لأن أحدهما يكمل الآخر. ولولا بقاء اللغة العربية لاندثر الدين الإسلامي. لذلك علينا أن نحافظ على أنفسنا. أرجوك لا تتغيري، إني أحبك هكذا بعباءة وحجابي. أحسبت أن السافرات ملكنني، أم خلت أن إلى سواك طلابي؟ أيرين حقي واجبا إن كن لا يرعين حق الله في الأثواب؟ لكنه التقليد أحكم أمره، والغفلة استولت على الألباب. وغدا سيرقد كلنا في حفرة، فيرين فيما قلت كل صوابي. لا تحفلي بالناس، إنك منيتي ومودتي، يا شمعة المحراب، يا جملة عربية، والناس لغو لا محل له من الإعراب.